السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جاي لكم فيديو جديد ووصفه جديده جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله وتعجب اطفالكم. عملتها بزيت التموين، ما خدتش مني وقت وما خدتش مني مجهود ولا اي حاجه. مالكوش دعوه بالكميات اللي انا عاملاها، انا هقول لك مقادير مظبوطه جدا جدا هتطلع معاكي الدنيا حلوه جدا جدا. معايا 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقتين صغيرين مليانين بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح، نص كوباية نشا. تاني، 3 كوبايات دقيق، نص كوباية نشا، معلقتين مليانين صغيرين بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح. تمام، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. مقاديرها سهلة جدا، الوصفة ان شاء الله هتعجبك وتعجب اطفالك جدا، موفرة وبتديك كمية حلوة خالص ان شاء الله. اعملي لايك للفيديو وتابعي معايا الوصفة للاخر. ومعايا 3 كوبايات دي ايه، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت. تمام، نص كوباية سكر. حلو الكلام، حلو الكلام. تاني، في الخلاط بتاعي حطيت نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، وضربتهم كويس جدا مع بعض. عندك فانيليا حطي باكت، ما عندكيش زي حالاتي كده فما تحطيش حاجة. جبت بقى، نقلت الحاجة بتاعتي في بولة واسعة عشان خاطر اعرف اقلب، وهنزل بالحاجات اللي في الخلاط في القوام بتاعها تقيل شوية. هاخد كل المقادير اللي في الخلاط عشان خاطر اللهم صل على سيدنا محمد، دي مقادير فلازم تكون مظبوطة جدا. وهجيب معلقة بقى خشب واقلب بيها، لان ده يا جماعة ده بسكوت، نوع من انواع البسكوت، ما ينفعش نعجن فيه عجن عشان ما يبقاش معايا يعمل لي عرق ويعمل زي العيش، ما يبقاش النتيجة بتاعته حلو. لازم تفضلي تقلبي فيه وتفركي فيه، ما ينفعش تعجنيه يعني ايه، اكيد انتوا فاهمين يعني. ما ينفعش تعجن، تفضلي تقلبيه كده لحد اما ربنا يسهل الحال و... والمقادير كلها تختلط مع بعضها، ما بتحتاجيش ميه خالص للتزويد ولا بتحتاجي لبن. طب لو الموضوع طلع يابس معاكي جامد هتحط شويه لبن. طب لو طلع معاكي طري زي حالاتي، رشه دقيق بس كده وخلاص بتلم الدنيا. انا بص بفرك اهو بصوابع ايدي مش بكف ايدي. مش واضحه بس ان انا ايه بعمل بسرعه. ده بسكوت، وقبل ما ابدا شغل في البسكوت زي حوار الكيكه كده مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 الرف الوسطاني. مش بشغل من فوق، بشغل من تحت بس. ولما بيستوي واتاكد انه استوى خلاص وخد لون من تحت، بقى ايه بشغل الشوايه يديني لون خفيف كده من فوق وخلاص. يا جماعه سهل جدا ولذيذ جدا بشكل مش طبيعي، ومغذي لاطفالنا واحسن من اللي بيشتروه. انا ولادي كانوا كل يوم لازم يشتروا، فانا قلت بدل ما يشتروا مواد حافظه كتير عليهم، لا بقى ما بدهاش اعملها لهم انا، والله طعمه جميل جدا وعجبهم جدا. طول النهار بمشيهم بالعلبه ايه ياكلوا منها. بس اهو احتجت شويه دقيق فزودت كده زي ما انتم شايفين. نص كوبايه زيت بس هتقلب معاك الدنيا. تموين ماشي، زيت ذرة ماشي، اللي عندك حطي. خلاص كده العجينه بتاعتي خلصت اهي، وبقى شكلها كويس، والبوله بتاعتي اتنضفت. هوريكم برضو هي عامله ازاي. بصوا طريه اهي، بصوا بتتقطع، مش بتعمل عرق، مش بتشد لفوق. بس هركنها بقى على جنب واجيب ده عشان انا يعني حتى لو الرخامه بتاعتي نظيفه بس ما بحبش يعني. جبت اللي هي القطاعه دي البلانشة دي، وهجيب كيسين تلاجة اقطعهم الاتنين، اقطعهم من النص يعني، يبقوا مفرودين معايا. هحط واحد تحت واحد فوق العجينه. ليه؟ علشان تسهل عليا عمليه الايه يعني ان انا وانا بطلع القطعه اللي انا هقطعها تبقى سهله جدا ولذيذه معايا. بس اهو هاخد بقى حته العجينه بتاعتي، بكورها كده وبفردها بايدي الاول، وهجيبها كده اكورها واحطها على بقى الكيس اللي تحت، واحط الكيس التاني من فوق، وهبطط طبطتين كده بالمردانه بتاعتك سريع. انا ملاقيش ولا ده ولا ده، جبت الرول بتاع الراب اللي هو الاسترتش راب ده، وفردت بيه. الجيش قالك اتصرف اي حاجه اسطوانيه عندك او مدوره وناعمه اعملي بيها هتعدي معاك الغلط. انا في الوقت ده فضلت ادور عشان حاجه الاقي السريع، الاقي المردانه، اي حاجه افرد بيها، ما لقيتش الحقيقه. ف افتكرت يعني موضوع الاسترتش راب ده رحت جبته اهو. في الوقت ده السمك بتاعي ما تخلوش سميك قوي، ماشي، ما تخلوش سميك قوي. هوريك السمك بتاعه عامل ازاي عشان هينفش في الفرن فما يبقاش كبير. بصوا ماشيه زي الفل اهي، ولا سريع ولا غيره، وقضت معايا الغرض لحد الاخر. ماشي، افردي كده وطلعي الزيادات لبره
بس المهم ان العجينه بتاعتك تكون السمك بتاعها واحد وتكون رفيعه، ما تكونش كبيره، لان هتنفش في الفرن. تمام. تمام. اما بتكون كبيره كده شويه مش بيكون، ما بتكونش لذيذه يعني. اهو. بس جبت الصينيه بقى اللي احط فيها، ويستحسن تدهني الصينيه بتاعتك، ادهنيها شويه زيت، ما تحطش مباشر للصينيه كده زي حالات، لان بتغلب. اهو جبت بقى القطاعه اللي على شكل ورق الشجر دي، اي قطاعه عندك، ما عندكش قطاعات خالص، بكوبايه. شايفين السمك بتاعها؟ انا بحاول اوريلكوا اهو. اهو حلوه قوي كده يعني، جميله. كوبايه عندك قطعي بيها اي حاجه مدوره من تحت، طبق صغير، فنجان القهوه، اي حاجه مدوره من تحت، او قطعي بيها مشي حالك. مفيش، بالسكينه وقطعي مربعات، هتبقى معاكي حلوه جدا ان شاء الله. بس قطعت بقى اول دور، هاخد العجينه بتاعتي دي وهرجعها تاني، وكل شويه هاخد لما احتاجها هاخد منها. بصوا ده شكلها بعد ما قطعتها ورصيتها في الطبق. هجيب بقى معايا شوكة وابدأ اخرم فيها كده عشان ما تنفش معايا في الفرن. دي خطوة اساسية، لازم 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 تعملوها علشان ما تنفش في الفرن. اهو. وزي ما قلت لكم الفرن متولع من تحت بس، ولما تستوي هشغل من فوق. اعملوا لايك للفيديو بقى واشتركوا معايا، الوصفة حلوة جدا، وادخلي في القناة بتاعتي هتلاقي وصفات كتيرة حلوة. اهو. هجيب بقى حبة سكر وارشش كده على الوش عشان يبقى شبه اللي بيشترى من بره يعني، بالظبط يعني، ما يفرقش حاجة عنه. اهو زي ما انتم شايفين كده، رشرشت على وشه كده السكر، وضغطة خفيفة كده، وزي الفل. هدخلهم بقى الفرن، وتعالوا نشوف النتيجة بعد ما طلع من الفرن عاملة ازاي. جاهزين؟ يلا شوفوا الحلاوة. الكمية بتاعتي خلصت، غير اللي اتاكل منها قسما بالله، اتاكل منها كتير جدا. وشايفين الاشكال اللي عملتها نجمة، وشكل الكب كيك، وشكل الوش الدبدوب ده، وشكل ورقة الشجرة. هوريكم بقى ايه شكلها من جوه عامل ازاي. وده اللي هو الخيال مآتة ده. تعالوا بقى نشوف اللون. شايفين لونها اصلا حلو قد ايه؟ لونها حلو جدا، واخده لون من تحت خفيف ومن فوق اهو. تعالوا بقى اوريهم. مقرمشه جدا، طعمها تحفه. اهو هنا بتاع بس عماله الكاميرا عماله تعمل لوز اهو. بصوا بصوا، هشه جدا، تحفه جدا طعمها، والله العظيم ما يفرق حاجه عن اللي بره، وطالع ناشف كده ومقرمش. حلو جدا. انت لما تجربيه تعالوا قولي لي رايك، حلو وحش تعالوا قولي لي رايك في الكومنتات. ولو احتجت اي سؤال او اي حاجه عايز تعلقي عليها قولي لي في الكومنتات، وانا هرد عليك ايه تاني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اعملوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.